بيبقى في لحمه مكتوب عليها سفينينا. سفينينا يا جدعان يعني مش حلال، دي بيبقى داخل فيها الخنزير، كل حاجه هنا الخنزير داخل فيها، حتى الجبن كل حاجه، الشيبسي نفسه داخل فيه خنزير، يعني ده خنزير اهو. يعني بصوا زي ما انتم شايفين. يعني ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ جاي لكم النهارده في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موضوع مصاريف المعيشه هنا في روسيا. الطالب لما يجي هيحتاج كام مصاريف شهريا، الناس اللي شغاله هنا بتصرف كام. جاي لكم في المواضيع دي كلها حرفيا، دي مش اسعار دوله بتحارب، هتتصدم بالاسعار دلوقتي من غير كلام كتير. يلا بينا. يا شباب احنا حاليا داخل المجازين، هنتكلم في كل الاسعار ان شاء الله، وهنعرض لكم كل التفاصيل. هنبدا بالاساسيات كطالب او كحد عامه اسره عايشه هنا في روسيا هيكلفها كام. هنبدا بالرز والمكرونه والسكر والملح والكلام ده كله، لان هي دي الاساسيات يعتبر. الرز زي ما انتم شايفين كيلو من الكيس اللي زي كده اللي هو مشهور عندنا في مصر عامله 94 روبل. في حاجات انضف من الرز ده طبعا ورخيصه برده، يعني في الرز ده ب 129 انضف شويه، في اللي هو زي كده يعني ده 800 جرام مش كيلو عامل 200 روبل، في 184. يعني زي ما انتم شايفين الاسعار متنوعه يعني، بس هو بيبدا عامه من 100 روبل وطالع. في الرز البسمتي كيلو عامل 129 رخيص مش غالي برده. الملح والسكر والحاجات دي من ارخص الحاجات، بالذات السكر. يعني مثلا كيس سكر زي كده، كيس ده مثلا كيلو جرام عامل 79 روبل، يعني انا شايفه رخيص. شوف انت كيس السكر عندك بكام. والملح برده رخيص، الكيس ده مشهور في مصر على ما اعتقد، كيس عامل 34 روبل مش مكمل. يعني ساعه شغل هنا يا جدعان بتبدا من 200 روبل وطالع. تخيل انت مثلا ب 10 دقائق شغل تجيب كيس ملح بس. والملح هنا فيه ب 20 روبل، فيه ب 10 جنيه كيس زي كده. يعني الطلاب وكده تعرف توفر برده، تجيب كيس ملح من ده، كيس سكر من ده، عشان ما فيش عيش هنا اللي هو بتاعنا اللي موجود في مصر، او العيش السوري عامه والكلام ده كله مش مشهور هنا قوي. ممكن انت تجيب دقيق وتعمل في البيت لو انت بتعرف. ده كيلو اهو 90 روبل. ده 2 كيلو عامله 74 روبل، رخيص برده مش غالي. الدقيق والسكر والملح والكلام ده مش غالي خالص مقارنه بدولنا العربيه عامه، وكويس يعني خامته كويسه وكده. فانت هات الدقيق لو انت بتعرف تعمل عيش في البيت وكده. يا جماعه حاليا في قسم المخبوزات وقسم اي مجازين هنا في روسيا بيبقى في قسم خاص للمخبوزات وكده. مخبوزات طبعا لسه طالعه طازه وكده، فانصح اي طالب مثلا مستعجل عن الجامعه كده، كابتشينو بتاعك مع كرواسون مع اي قطع الجبنه بتاعك جاهزه زي كده زي ما انتم شايفين. يعني جميع الانواع والاشكال، الشوكولاتات الكلام ده كله موجود. في حاجات زي كده عامله 60 روبل، حاجه بالشوكولاته كده وبالسكر. ده كرواسون بالشوكولاته عامل 69 روبل، في ب 100 روبل. يعني اغلى حاجه انا شايفها ب 125 روبل. ده اللي هو ايه كرواسون. هندخل برضو بقى على المخبوزات اللي هي الاساسيه بتاعتنا، العيش والكلام ده كله. العيش ده مشهور جامد هنا الشباب بالنسبه للطلاب، اسمه لافاش، وده من ارخص العيش هنا في روسيا. يعني ده عامل 30 روبل، بره في مجازينات ثانيه بيبقى 20 روبل و15 روبل. ده ارخص عيش، مفيش عيش ارخص من كده، مفيش ارخص من 15 روبل. في حاجات طبعا اعلى، يعني ده مثلا 3 في 1، ده بيبقى كذا قطع حتى تخين شويه، عامل 72 روبل. بيبقى فيه توفير طبعا، بدل ما تجيب لك 3 من ده ب 90 روبل، ده 3 في بعض عامل 72. في برده الحجم اللي هو زي كده، ده عامل 38 روبل، ممكن تعمله بتاع شاورما في البيت كده تمشي حالك. يعني التوست بتاعنا، التوست اللي زي كده عامل 52. في برده حاجه ارخص، توست برده عامل 45 روبل، حاجه شبه الفينو كده يا شباب، بقى كويس برده، بيبقى جاهز طازه وكده، ممكن تسخنه انت في البيت. عامل 21 روبل الواحد، مش غالي يعني، 21 روبل وحاجه طالعه وبتاع وفريش والدنيا دي. الناس اللي بتحب العيش اللي زي كده، انا مش عارف اسمه ايه بصراحه، بس الكلام ده كله موجود يعني يا شباب ما تقلقوش. بس زي ما انتم شايفين العيش كله موجود وكل حاجه موجوده باسعارها. في العيش اللي زي كده برده يعني كله موجود يا شباب، كل حاجه موجوده هنا في روسيا. روسيا الخير كله. بس هندخل بقى في قسم تاني دلوقتي يا شباب، وهنعرض لكم برده كده. خلصنا من قسم المخبوزات، فيلا بينا على قسم تاني، قسم الالبان. احنا حاليا في قسم الفاكهه ان شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله الفاكهه في كل مكان زي ما انتم شايفين. هنبدا طبعا هنا الليمون موجود برده ضمن الفاكهه. كيلو بتاع الليمون عامل 159 روبل. البرتقال بقى والاسفندي والسكري والكلام ده كله، كيلو من ده مثلا عامل 400 روبل. في حاجه ارخص طبعا 159 روبل زي ما انتم شايفين، ده جاي من ايران. الفاكهه هنا متقسمه ايه من كل دوله، عشان كده الاسعار مختلفه. يعني ده جاي مثلا من ايران ب 159، ده جاي من تركيا الكيلو عامل 145، ده جاي من الصين كيلو منه عامل 200 روبل. في برده ده عامل 400 روبل، ده كويس الكواليتي بتاعته كويسه وكده. يعني ده اللي هو الصغير ده انا مش عارف ايه ده ليمون صغير ده ولا برتقال مش عارف، بس الكيلو منه عامل 400 روبل. في اللي هو ده على ما اعتقد اسمه سكري او حاجه زي كده مش عارف، كيلو عامل 200 روبل. في هنا بقى التفاح وكده، التفاح برده مش غالي هنا في روسيا عامه، رخيص، كيلو منه بيبدا من 100 روبل. في اللي هو الاحمر برده الكيلو برده ب 100 روبل، ب 110 يعتبر. يعني الرمان عامل 169 روبل للكيلو، وده جاي من اذربيجان. دايما الفاكهه بتبقى جايه من دول ثانيه ضمن الاتحاد الروسي برده. ده ب 169 روبل. في اللي هي الكاكا الكيلو عامل 179 روبل. طبعا الكيوي
كيلو عامل 269 روبل، وجاي من ايران برده الكيلو. في اللي هو البرتقال الاخضر اللي هو الكبير ده عامل 400 روبل. الرمان احنا شفنا سعره هناك بيبدا من 169، في حاجه ب 300 روبل، في حاجه ب 350 روبل، يعني في كذا سعر يا جدعان. هي الفكره كلها بس في الكواليتي وجاي منين وكده. في هنا الافوكادو، يعني الافوكادو غريب شويه، بيتباع بالقطعه ما بيتباعش بالكيلو. القطعه الواحده عامله 100 جرام. وهنا في اللي هو المعلب اللي زي كده قطعتين، عباره عن قطعتين زي ما انتم شايفين ب 200 روبل. وهنا القطعه ب 99 روبل. وهنا الموز بقى بتاعنا اللي هو المصري، فده الكيلو منه عامل 159 روبل. الكمثرى هنا مثلا سعرها مثلا الكيلو بيبدا ب 300 روبل زي ما انتم شايفين. والعنب الكيلو عامل 350 روبل. في طبعا عنب تاني كتير في اللي هو ببذر ومن غير بذر. وفي هنا فاكهه معلبه، دي مشهوره قوي في روسيا، الروس بيحبوا الحاجات اللي هي المعلبه والجاهزه ياخدوها على طول. عندنا هنا التفاح مثلا كيلو عامل 272. في حاجات ارخص 182 برضه، هنا 182 بيبقى يعني للطبق الواحد مثلا ممكن مثلا 800 جرام 900 جرام. بتبص على سعره يبقى مكتوب مثلا في الظهر زي كده، هوريك بس عشان تبقى عندك خلفيه عن الموضوع ماشي ازاي. زي كده مكتوب طبعا هو كام جرام، والسعر بتاع المنتج نفسه كام، والحاجه دي قد ايه من السعر. يعني مثلا هنا كاتب 122، ده اللي هو سعر الكيلو اللي هو العادي. يعني لو عملنا هنا زوم كده 122 ده اللي هو السعر العادي بتاع المنتج نفسه. طب الطبق نفسه عامل كام؟ الطبق نفسه عامل 100 روبل بس. يعني الطبق ده 6 اهو، يعني 6 قطع ب 100 روبل. انا مش عارف ازاي يعني انت لو واحد وفي الاسبوع هتجيب لك واحد زي ده هتروق على حالك بيه. عندنا برضو العنب هنا غالي شويه، في ب 600 روبل، في ب 400، في ب 300، في ب 200. يعني اسعار متنوعه في العنب بالذات، لان هو ايه بيجي من كذا دوله وكده. الكيوي هنا اهو 6 قطع زي كده، كيلو منه عامل 300 روبل. الست قطع عاملين 164 بس هو الكيلو عامل 300 روبل. يعني انت مثلا لو كيلو على ما اعتقد 2 زي ده، يعني لو 2 من دول 169 و169 مثلا، نقول مثلا 320 روبل 330 روبل للاثنين، فكويس جدا بصراحه. برضه هندخل في قسم ثاني، هندخل حاليا في قسم الخضار. خلصنا قسم الفاكهه ان شاء الله، هنبدا في قسم ثاني وقسم الخضار. زي ما شفنا يا شباب طبعا هناك قسم الفاكهه، وقسم الفاكهه انا شايف اسعاره كويسه بالنسبه للطالب او بالنسبه لحد اي حد بيعيش هنا في روسيا عامه، مقارنه باسعار الخضروات هنا غاليه شويه، بينما الفاكهه كويسه سعرها كويس. يعني انت ممكن تجيب طبق فاكهه سواء تفاح كيوي الكلام ده كله ب 100 روبل او ب 150 روبل. ده مش غالي هنا في روسيا يا جدعان، يعني ده مش مكمل نص ساعه شغل. لو الساعه هنا مثلا بتبدا من 200 روبل وطالع، طب حق ساعه انت جبت لك طبق فاكهه. يعني شوف انت الكلام ده بتجيبه في مصر ازاي لو عرفت تجيبه. يعني هنبدا طبعا بالخضار وكده. الخضار هنا غالي حبتين كده، فهنشوف برده الاسعار. وفي حاجات رخيصه، البصل الثوم في حاجات رخيصه وفي حاجات غاليه. الطماطم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، كيلو منها عامل 300 روبل زي ما انتم شايفين. 59 دي حاجه ثانيه. في اللي هنا دي برده ب 300 روبل وكويسه، سواء سلطه سواء صلصه. الطماطم دي اسمها فولجا جراد يا جدعان، الطماطم دي واسم مدينه هنا في روسيا. كيلو منها عامل 500 روبل، بس انا جربتها قبل كده كويسه، ممكن تاكلها زي الفاكهه كده مش شرط سلطه او اي حاجه. في برده طماطم هنا رخيصه شويه، كيلو منها عامل 200 روبل يعني عشان السلطه تكمل وكده. كيلو الخيار مش غالي مقارنه بالطماطم، الكيلو بيبدا من 169. في حاجات اغلى اللي هو ب 250 روبل 260 روبل زي كده. في حاجه اعلى اللي هو اللي زي كده الصغير ب 500 روبل وب 350. الناس اللي كانت بتسال على الكوسه والحاجات دي موجوده هنا ولا لا، في كيلو منها عامل 300 روبل. البقلاجان موجود برده، كيلو منه عامل 400 روبل. الفلفل بقى وكده يعني بيختلف سعره، في فلفل جاي من كذا دوله تبع الاتحاد الروسي هوريكم برده. يعني عندنا اللي هو الاحمر اللي زي كده ده جاي من اوزبكستان. اوزبكستان دي دوله تبع الاتحاد الروسي. كيلو من الفلفل اللي زي ده عامل 500 روبل، ده جاي من ارمينيا. كل الدول دي تبع الاتحاد. الاصفر اللي زي كده 500 روبل، وده ارخص شويه عامل 400 روبل. الفلفل طبعا بتاع الغلابه اللي بنلاقيه على العربيات الكبده اللي في الشارع والكلام ده كله اللي زينا منه، كيلو منه عامل 350 روبل. طبعا ده شطه شويه كده حراق شويه، ده عامل 450 روبل. زي ما انتم شايفين البطاطا غاليه سيكه هنا، كيلو منها عامل 400 روبل. البطاطس هنا انواع، يعني مثلا عندنا البطاطس اللي هي اللي زي كده اللي هي زي عندنا في مصر، وفي منها الحجم الكبير بس مش موجود حاليا، وفي اللي هي الكراسن اللي زي كده الحمراء موجوده برضه. يعني دي بيقولوا عليها مسمينها هنا كرتوفل بيبي عشان هي صغيره وكده، كيلو منها عامله 64 روبل. في اللي هي الكرتوفل الكراسن اللي هي الحمراء اللي هي شبه كده، كيلو منها عامل 79 روبل. في اللي هو البنجر وكده، في كيلو من ده يعني اللي هو من ده اللي هو مش مغلب زي كده عامل 59 روبل. دي شركه ثانيه الكيلو منها عامل 70 روبل. طبعا الجزر المركوف، الجزر الكيلو منه عامل 77 روبل رخيص برده. البصل بقى يعني عندنا اهو البصل من ارخص الحاجات، الكيلو بيبدا من 54 روبل، رخيص جدا يا جدعان. وبرده انصحكم ما حدش يشتري المعلب اللي زي كده، في اللي هو بتاعنا برده اللي موجود في مصر بس ده نضيف شويه بس غالي. هو كل واحد يعني في الاول وفي الاخر بصل، فما تشتروش الغالي اللي زي كده. هندخل في قسم ثاني ان شاء الله ونعرض لكم برده التفاصيل. يلا بينا. احنا حاليا في قسم الاساس كله، ويعني انت كطالب ده اللي هو ايه مفتاحك السحري والسريع، البيض. البيض طبعا فطار غدا عشاء،
يعني اي حاجه معاك. والبيض رخيص هنا، مش غالي يا جدعان، يعني 10 بيضات زي كده مثلا عاملين 119 روبل، رخيص جدا. ممكن تجيب لك مثلا طبق زي كده ب 15 بيضه عامل 228 روبل، في 214، في 10 بيضات ب 143. وبرده في انواع من البيض، في اللي هو سي زيرو، يعني سي 1 وسي زيرو ده اللي هو الحجم والكواليتي بتاع البيض. بس الفكره بس في كده، زي ما انتم شايفين ازازه اللبن اللي زي كده مثلا، اللبن بيبدا هنا عامه في روسيا من 65 روبل وطالع بقى على حسب الحجم والكميه والكلام ده كله. الازازه اللي انا ماسكها في ايدي دي عامله 69 روبل. في طبعا حاجات ازازه اكبر، حجم اكبر، عامله 85 روبل. يعني انتوا شايفين شركات كتير وانواع كتير، بس هو اللبن عامه بيبدا من 65 روبل وانت طالع. مثلا هنتكلم برده في الزبادي والكلام ده كله عشان مهم برده للطالب. انت ممكن تجيب علبه زبادي زي كده ب 99 روبل، وفي حاجات ارخص من كده، في علبه عامله 50 روبل و40 روبل، بس مش موجوده هنا في المجازين هنا، مش عارف ليه بصراحه. بس يعني في المجازينات الثانيه موجوده. الجبنه القريش، الناس اللي كانت بتسال على الجبنه القريش والكلام ده كله موجوده يا شباب. جبنه القريش مش محتاج تجيبها من مصر، موجوده هنا. الكيس اللي زي كده عامل 86 روبل، في الكيس الاكبر في الحجم عامل 139 زي ما انتم شايفين. يعني كل حاجه موجوده بصراحه. الزبادي، الفواكه، في حاجات صغيره زي كده يا شباب، الناس اللي بتحب الحاجات دي زي كده 34 روبل. كل حاجه موجوده بصراحه يا شباب، ما تقلقوش، واسعارها كويسه، وهتعرف تروق على حالك. لو انت شغال هنا مثلا يومين في الاسبوع، تنزل تجيب اكلك وشربك، هتجيب فراخك. هنتكلم على الفراخ دلوقتي واللحمه والكلام ده كله. الزبده، في زبده طبعا بتبدا ب 59 روبل. الناس اللي عايشه هنا عارفه هي مش موجوده في نوع زبده نفس التغليف كده ونفس اللون، ذهبي من بره، عامل 59 روبل. ممكن تمشي بيه حالك كطالب. وفي حاجات انضف برضه تبدا من 179، في حاجات ب 189، في ب 200 روبل، في ب 500 روبل. الصوصات طبعا يا جدعان باختصار يعني كده، الصوصات بتبدا من 50 روبل وطالع بقى. كل الصوصات عامه يعني ما تقلقوش، كل حاجه موجوده. هندخل في قسم تاني ان شاء الله دلوقتي، وهو قسم الفراخ واللحوم والاسماك والكلام ده كله، لان انا عارف ان هو يهم ناس كتير وهو الاساس. فيلا بينا. احنا حاليا يا شباب في قسم الاسماك، يعني هنبدا بقى بالاسماك بقى والفراخ واللحمه والكلام ده كله. بسم الله ما شاء الله، جميع انواع الاسماك. انا ما بفهمش في السمك قوي، بس يعني ايه، زي ما انتم شايفين الاسعار موجوده والانواع موجوده. احنا بس حابين نظهر لكم الدنيا. سمكه زي دي يعني قد كده بس ايه، زي ما انتم شايفين الاسعار. وفي طبعا حاجات بتبقى جاهزه وكده زي ما انتم شايفين. في بقى سردين والكلام ده كله برده موجود. يا اسعار، وانا شايف ان اسعار السمك والتونه والحاجات دي غاليه هنا في روسيا الى حد ما، بس مش عارف ليه يعني. بس زي ما انتم شايفين جميع الانواع، احنا قلنا بس نعرضها عشان الناس تعرف بس كده الاسعار ماشيه ازاي برده بتاع الحاجه دي. وفي برده هنا حاجات مجمده برده سعرها كويس. انا مش عارف سمك ايه ده بصراحه، زي ما انتم شايفين. يعني اللي يعرف يكتب في الكومنتات بالله عليكم. ده عامل 1000 روبل. في حاجات ارخص برده بقى زي الرنجه والحاجات دي، في ب 1000 روبل، ب 400 روبل، في ب 600، في ب 900. يعني اسعار مختلفه. في سمكه زي كده ايه، مش عارف نوع السمكه دي بصراحه ايه، بس عامله 600 روبل يعني. في بقى تونه والكلام ده كله برده زي ما انتم شايفين. يعني بصوا دي حاجات مجمده. في هنا ب 379، في ب 1000 روبل، في ب 399. وفي برده هناك كده جمبري. انا برده هناخد فكره عن الاسعار وكده. ده 500 جرام عامل 750 روبل على ما اعتقد يعني. في بقى الاستاكوزا وفي الكلام ده كله. يعني احنا بس حبينا نعرض لكم فكره كده برضه عن اسعار الجمبري والاسماك عامه بصفه عامه. لو في حد عايز يعرف سعر حاجه معينه او سعر سمك معين، يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه ان شاء الله. وممكن اصوره له في فيديو ثاني، ما تقلقوش. هندخل دلوقتي في قسم الفراخ، قسم طبعا اللحوم بعد كده. يلا بينا يا شباب. احنا اتكلمنا عن السمك، هنبدا بقى باللحمه والفراخ وهنعرض لكم كل التفاصيل. في الاول كده ده مش عارف يعني، مش عارف ده عصفور ولا ايه ده، بس ما يهمناش الحاجات دي، ما تهمناش. بس هو عامه الكيلو منه عامل 449. ده على ما اعتقد بط. ده كيلو عامل 359. انما سعر اللي انا ماسكه في ايدي ده على بعضه كله كده عامل 752. يعني بطايه زي كده عامله 750 روبل. والفراخ موجوده هنتكلم عليها دلوقتي. دي فرخه اهي مجمده. كيلو الفرخه المجمده ب 379. وهي الفرخه عامه اللي انا ماسكها في ايدي دي عامله 687. بس ده سعر مبالغ فيه شويه. يعني في فرخه كلها ب 300 روبل، كيلو ب 250. بس هنا عشان غاليه، مش عارف ليه بصراحه، يمكن عشان المجازين غالي وكده. بس انا برضو يعني هحاول اصور لكم في مكان تاني ان شاء الله في فيديو تاني. بس حابب اوضح، بيبقى في خنزيرات كامله بتتباع زي كده، تبقى منضفينها طبعا. انا مش عايز امسكها، بس همسكها لكم بس عشان اعرضها لكم. يعني ده خنزير اهو، يعني بصوا زي ما انتم شايفين. يعني حتى رخيص، يعني عامل 900 روبل، فبلاش. طبعا الكبد بقى المجمده، الناس اللي بتحب تعمل كبده اسكندراني بقى والكلام ده كله. في كبده هنا اهي، كيلو الكبده 349. اللي انا ماسكها كده على بعضها عامله 622. كيلو الكبده عامل 349 روبل. يعني على ما اعتقد كيلو الفراخ فرنج من 200 ل 300. كبده برده من 200 ل 350. الفراخ والحاجات دي مش غاليه هنا. اللحمه بقى يعني انا اعتقد ده زي فخده كده او لحمه، مش عارف بصراحه. بس الكيلو عامل 800 روبل من اللحمه دي. ده لسان يا جدعان، زي لسه واخد بالي ان هو لسان. كيلو منه عامل 800 روبل، واللي انا ماسكها دي عامله 1000 روبل. اللسان طلع غالي يا جدعان هنا عندنا هنا برده لحمه اهي، كيلو منها عامل 379. انا مش عارف هو كله عامل
379 ليه بس عامه يعني اللحمه احنا بنجيب اللحمه الحلال وكده من اماكن معينه، في ناس هنا مسلمه اوزبكستان وكرجستان والطاجيكا والكلام ده كله، بيبقى في اماكن مخصصه يعني. زي ما انتم شفتوا هنا برده اللحمه برده نفس السعر. الفراخ برده يا جدعان يعني كيلو الفراخ زي ما قلت لكم ان هو بيبدا من 200 روبل وطالع. يعني مثلا ممكن تجيب لك مثلا طبق دبابيس زي ده كده مثلا ب 500 روبل ب 400 روبل. يعني اللي انا ماسكه ده الكيلو عامل 600 روبل، بس ده مبالغ فيه قوي، مش عارف ليه المكان هنا غالي حبتين ثلاثه. بس يعني الطبق اللي انا ماسكه ده عامل 500 روبل، طبق زي كده عامل 500 روبل. في ارخص يعني، في طبق زي كده انا بجيبه ب 250، واللي هو المتوسط مثلا او العادي ب 400 روبل او ب 500 اغلى حاجه يعني. طبق الدبابيس مثلا اللي انا ماسكه ده الكيلو عامل 300 روبل كيلو، بس اللي انا ماسكه ده عامل 283. يعني ممكن تجيبه برضه في مكان ارخص شويه ب 300 روبل مثلا او ب 250. ده اللي هو مشهور والطلاب كلها بتجيبه طبعا. كيلو 500 روبل، بس الطبق اللي انا ماسكه ده عامل 400 روبل زي ما انتم شايفين، ده عامل 400 روبل. الفيديو دلوقتي بسبب ان حد كان بيكلمنا، يعني هو لسه ماشي اهو يا جدعان، بس هو كان بيكلمنا بيقول لنا انتوا بتصوروا ليه وكده، لان هو هنا من اداره المكان وكده، كان فاكرنا ان احنا يعني حاجه ثانيه، بس وضحنا له الامر ان احنا بنصور لاخواتنا اللي لسه جايه وكده، فقال لنا مفيش مشكله وكملوا عادي، حتى ما حبش ان هو يبص على البتاع. نرجع لموضوعنا، احنا اتكلمنا عن الدبابيس والصدور، هنعرض لكم برده صدور ثانيه. الكيلو من اللي معايا ده عامل 550، ده ب 550 وده ب 400. في اسعار متفاوته برده في الحاجات دي، بس يعني الصدور كويسه هنا، اسعارها كويسه. يعني ساعه شغل مثلا ممكن تجيب لك طبق زي ده وساعتين شغل. طبعا اتكلمنا في الفرخه ان الكيلو الفراخ بيبدا من 250 لحد 350، وعرضنا برده كام حاجه لحمه كده. كيلو مثلا بيبدا من 250 برده وطالع. هنشوف برده لحمه هنا بتبقى لحمه جاهزه، تعالى كده يا زياد معايا. في لحمه مفرومه برده يا شباب وفي حاجات جاهزه، بس انا عايزكم برده تاخدوا بالكم من اللحمه اللي زي كده، بيبقى في لحمه مكتوب عليها اسبنينا. اسبنينا يا جدعان يعني مش حلال، دي بيبقى داخل فيها الخنزير، كل حاجه هنا الخنزير داخل فيها، حتى الجبن كل حاجه، الشيبسي نفسه داخل فيه خنزير. الطلاب اللي لسه جايه جديد تاخد بالها هي بتشتري ايه. في لحمه مفرومه زي كده، في منها طبعا اللي هي يعني البيضه اللي بتبقى زي كده، بس دي فراخ، بس اللي بتبقى بيضه زي كده بتبقى دايما بيبقى داخل فيها الخنزير. كيلو مثلا الفراخ اللي هي المفرومه اللي زي كده عامل 800 روبل، وفي منها جوه اهو كيلو عامل 500 روبل، وفي ب 400 روبل. يعني في كذا اسعار مختلفه، انا شايف فيها اسعار مختلفه زي ما انتم شايفين. طبعا اللحمه الجفيادين اهي مكتوب جفيادين يعني بقري. الفخده اللي زي دي كلها كده عامله 990 روبل، فخده كامله كده قد دراعي عامله 990 روبل، وفي فخده اكبر اللي هي زي دي عامله 1700 روبل. اسعار كويسه برده. في لحمه مفرومه، في لحمه متقطعه ده ب 700 روبل لكل طبعا كيلو، دي برده كويسه اهي عامله 700 روبل. يعني اللحمه انا شايفها مثلا متوسط من 400 وطالع. في حاجات بقى بتبقى جاهزه زي كده يا جدعان، فراخ وكده. يعني مثلا الفرخه دي جاهزه، هو كاتب لك هنا ان هي ب 45 لكل 100 جرام. انت مثلا بتاخد الفرخه تزينها بتشوفها كام جرام، وهو بيضرب لك بقى 45 مثلا في 300 جرام في 400 جرام وبيحسبها لك. برده في دبابيس جاهزه، في صدور جاهزه، في اجنحه جاهزه، كل حاجه موجود منها يا جدعان. في بقى حاجات زي كده برده جاهزه. يعني الفراخ واللحمه والحاجات دي متوفره. عشان بس نجيب الخلاصه، طبق الصدور بيبدا من 300 روبل اقل حاجه على ما اعتقد، اللي هو حوالي 800 جرام او 700 جرام ل 1000 جرام اللي هو الكيلو. بالنسبه للاجنحه والدبابيس، في انا شفت طبق دبابيس هناك ب 300 روبل او ب 350 على ما اعتقد. بالنسبه للكبده، في كيلو الكبده بيبدا من 200 روبل وطالع. بالنسبه للحمه، في منها طبعا اسبنينا وفي منها حلال. احنا كاشخاص وكطلاب بنجيب من اماكن معينه تبقى معروفه، السوق الطاجيكي، السوق الاوزبكستاني، دي اسواق مشهوره هنا في روسيا. كل الاكل اللي فيها حلال لان فيها ناس طبعا مسلمه، كلهم مسلمين يعتبر، فبنشتري من هناك. فانت خد بالك وانت جاي انت هتاكل ايه بالظبط، عشان الخنزير هنا بيدخل في كل حاجه يا جدعان، حرفيا في الشيبسي، الجبنه، المكرونه، حرفيا كل حاجه. فانت خد بالك من الكلام ده كله. على ما اعتقد احنا اتكلمنا في كل حاجه، اتكلمنا في الاسماك، في اللحوم، في الفراخ، في الجبن، في البيض، ما سيبناش حاجه لما اتكلمنا عليها. الخضروات والفاكهه جبناها. طبعا انصح بس اي حد يبعد عن القسم ده، يعني انا ورايا قسم المحرمات كله، وحرفيا الخمور والحاجات دي من ارخص الحاجات هنا يا جدعان. بلاش تصغر نفسك، وبلاش ما تكونش قد ثقه اهلك في الموضوع ده بالذات، لان انا حرفيا بتبقى في ناس عمرها ما شربت سيجاره وبتيجي هنا اقضيها بقى شرب، ده رخيصه كده كده، اجرب في مره عندي فضول. الكلام ده كله هنتكلم عليه وهنحذر منه. بلاش الكلام ده كله يا جدعان، وبلاش الاكل اللي فيه خنزير بالذات لان هو مشهور هنا كتير. وخد بالك، بلاش بقى يا عم انا لسه هشوف، انا لسه هتعب دماغي، ده الخنزير ارخص. بلاش الكلام ده كله. خد بالك انت بتاكل ايه وبتشرب ايه. بس مش هطول عليكم في الحته دي بالذات، بس زي ما انتم شايفين لو في حاجه ناقصه انا ما اتكلمتش عليها ان شاء الله هتكلم عليها الفتره الجايه. انا جبت الاساسيات والحاجات المهمه للطالب. حابب بس اوضح حاجه، هنتكلم في مكان تاني. ووصلنا للنهايه. حابب اشكر كل اخواتي اللي لحد دلوقتي بيسمعوني، وهستنى الكومنتات بتاعكم. ولو في حاجه انا نسيت اتكلم عليها ان شاء الله هنتكلم عليها الفتره الجايه. وحابب بس اوضح كام
كام نقطه. مصاريف الطالب هنا او الطالب هنا بيمشي دنيته ازاي. الطالب ممكن يشتغل يومين لان هو في هنا يومين اجازه رسميين سبت وحد، ممكن يشتغلهم. متوسط راتب الطالب بتبدا من 2000 روبل لحد 4000 على حسب انت بتشتغل ايه. في ناس بتشتغل شغلانات ثانيه تاكسي بقى وحاجات من دي بتوصل مثلا ل 4 و5. مش هبالغ برضو يعني، هنحط متوسط من 2000 ل 3000 روبل. مويكا الكلام ده كله، دي الطلاب بتشتغل الحاجات دي. فانت شوف ال 2000 روبل دول بالنسبه للاسعار دي تعرف تاكل وتشرب بيها ولا لا في الاسبوع. انت لو اشتغلت يومين مثلا، هنقول مثلا عملت 6000، هل ال 6000 لو انت نزلت كلت بقى وشربت وجبت الحاجات اللي لازمه ليك هتكفيك ولا لا؟ بس. وبالنسبه بقى للناس اللي هي شغاله بقى على طول بتشتغل ب 3000 في اليوم متوسط. ومتوسط الرواتب هنا من 60000 روبل وانت طالع، ده متوسط الرواتب بالنسبه للعمال اللي هنا. هل انت شايف روسيا تستاهل ان انت تجيها؟ هل شايف روسيا حاليا في عز ما هي بتحارب الاقتصاد بتاعها كويس ولا لا؟ هل دي اسعار معيش الدوله بتحارب؟ هستنى كل كومنتاتكم ان شاء الله وهقراها واحد واحد وارد عليها، وان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية كتير من دي. لو انت حابب المحتوى سيب كومنت ولايك، سبسكرايب المتين ارزعه طبعا، واستناني بكره.